النهارده انا جايه احكي لكم عن حكايه كانت قلب الرأي العام من كام سنه وبدأت تتفتح تاني اليومين دول بعد ما قرروا انهم يعملوا مسلسل عن سفاح كان ماشي يقتل في خلق الله من غير حساب، وكأن المؤلفين والمنتجين والمخرجين خلاص سابوا الكار بتاع التأليف ده وبدأوا يشتغلوا زينا ويحكوا الحكاوي اللي بتحصل في الحقيقة. ايه ده، هما بيدوروا على الريتش ولا ايه؟ بس المرة دي خلينا نحكي لكم الحكاية من طقطق لسلام عليكم من غير ما نحكي عن أداء أحمد فهمي والكاست اللي كانوا معاه في المسلسل. كل اللي في المسلسل ده كوم والحقيقة كوم تاني خالص. فيلا بينا نشوف الحكاية من البداية. الحكاية معانا بتبدأ من سنة 1973 لما بيتولد طفل لأسرة بسيطة ويتسمى وقتها الطفل القذافي. ما تعرفش أبوه كان في ليبيا وقتها ولا ايه؟ المهم يتولد القذافي فراج عبد العاطي في نفس سنة العبور والانتصار. طب ما هي سنة فرحة اهي، ليه اتولد لنا شطان بقى؟ بس استنى هنا، هو القذافي كان طول عمره شطان من وقت ما اتولد؟ اكيد الإجابة اللي هتيجي في دماغك ودماغي ودماغ اي حد انه طبعا ده تلاقيه كان بلطجي من صغره، بس الحقيقة انه لا. وكل الناس كانت بتشكر في القذافي وتربيته واخلاقه اللي ما كانتش على حد. يا واد يا مؤمن، الناس كلها كانت بتقول انه واد بشوش وبيصلي الفرض بفرضه، ده غير الاعمال الخيريه الكتير جدا اللي كان بيعملها. اهو دلوقتي السحنه دي هتخلي اي حد يشك في اي حد بيعمل خير. المهم بيتولد القذافي في الجيزه وبتبدا رحله السفاح زي ما المصادر اللي معانا بتقول، وانه كان ليه تجربه قاسيه جدا مع صاحب عمره، للصداقه عنوان برضه، واستفتح رحلته الاجراميه بصاحب عمره المهندس رضا اللي سافر بره مصر وقرر انه يامن صاحبه على فلوسه وشقه عمره ويبعت له فلوسه كلها علشان يدورها له ويسترزقوا منها سوا. بس ما تفهمش القذافي كان بيعبد ايه وقتها وبيصلي ازاي، واخد الفلوس من هنا وفعلا راح اشترى شقق ومحلات والدنيا كانت تمام جدا. بس اول ما صاحبه رفع عليه سماعه التليفون وقال له ها يا صاحبي ايه الاخبار عندك، وفجاه لقيت النسر اللي على قرطه طار وراح قايل لي انت مالكش فلوس عندي. وهو ده اللي حصل لرضا من عمنا القذافي حرفيا، تحس انه كان مطبق على مسرحيه الواد سيد الشغال. المهم رضا ما سكتش ودمه فار وقال له بقول لك ايه يا صاحبي، انا نازل مصر ولما ننزل نبقى نشوف ايه الدنيا وهاخد منك فلوسي وان شاء الله هبقى راضيك. راح القذافي في عقل باله وقال له ده انا اللي هراضيك. وفعلا ينزل رضا ويستقبله القذافي في المطار ويقول له ما نفسكش في اكله حلوه كده ترم بيها عظمك وبالمره فرجك على شقتك او بين قوسين قبرك يا صاحب عمري يلي زي اخويا بالظبط. ويروح الباشمهندس صاحبنا يدبها وهو مش مدي اخوانه ويساله بعد كده السفاح ويقول له ها ايه رايك في الاكل ده، انا حاطط لك فيه صوص مخصوص، صوص السم الهاري اللي هتاكله وما انتش داري. ويبدا المهندس رضا يدوخ ويفقد كل قوته والتوازن اللي في جسمه، ويروح القذافي مستقبله وضربه بحته حديده على دماغه كان مجهزها لصاحب عمره، وتحس انه طالبها له سبيشال اوردر من امازون. وينادي بعدها على شويه صنايعيه علشان يكسروا له بلاط الحمام علشان يظبط فيه السباكه، ويشكرهم ويرضيهم ويتكلوا على الله، ويروح هيلا بيلا شايل صاحبه. يا سلام ونعم الصاحب والله، شايله في حياته وفي مماته، ويروح دفنه في اوضه ويرمي عليه التراب ويحط السيراميك مره تانية. حد حس بحاجه ولا الهوا، ويكمل القذافي حياته وكأن شيئا لم يكن. بس استنى، هي دي كانت تجربه القذافي الاولى اصلا؟ خليني اقول لك ان القذافي كان مجرب موضوع انه يخلص على حبايبه واحد ورا التاني قبل كده كتير. فعندك مثلا انه كان مصاحب واحده وبينهم لفلفه وقصه حب وكان موعدها بالجواز، وسنه ورا سنه البت بدات تزهق منه فقررت انها تقف قدامه وقالت له بقول لك ايه، انت لازم تيجي تتقدم لي. يرد عليها ويقول لها منين بس يا بنت الحلال؟ تقول له الله دول هم يا دوبك دبلتين وعلبه جاتوه. يقول لها مش عشان بشتغل في العقارات وصاحبي بيبعت لي فلوس وبشتري بيها شقق ومحلات يبقى معايا قد كده. راحت وقفت قدامه وقالت له بقول لك ايه، فيها لا اخفيها. وطبعا صاحبنا راح قايل لها يبقى اخفيها، ده احنا هنريحوكي خالص يا شاب. وفعلا يروح السفاح يتقدم للبنت اللي كان بيحبها واللي كان اسمها نادين، ويقعد مع الراجل ويقول له عمي انا طالب ايد بنتك فاطمه. وفجاه تعم الدهشه ارجاء المكان، انا الثعبان اللي هو يا ابني ده الناس كلها مستنياك تخطب نادين، لا انا بقى كبرت في دماغي وعايز اخطب فاطمه. طب سيبنا يا ابني يومين نسال عليك وبعد كده نبقى نرد. وطبعا بعد ما سال الناس كلها كانت بتحلف باخلاقه وتقول انه راجل مفيش منه اتنين، ده امام جامع ده. وبعد يومين الناس ترد عليه وتقول له انهم موافقين انه يتجوز بنتهم فاطمه.
فاطمه. وطبعا اختها نادين شعللت وكلمته في التليفون وقالت له هو انت مش كنت جاي تتقدم لي انا؟ ده انا هفضحك واقول كل اللي بينا للناس. قال لها يا بنت الحلال انت كده هتفضحي نفسك واللي عنده معزه يلمها، وهيقولوا ساعتها انك غيرانه من اختك. مقنع برضه ابن اللذين. المهم عشان يلم الدنيا والبت تنزل من على ودانه عارف يدخل لها من سكه تانية. بيقول لك بقى ان نادين كانت بتحب التمثيل جدا ونفسها تاخد فرصه. المهم عمنا راح اتصرف وراح جاب له واحد سوري كده من على القهوه وكام واحد معاه يمثلوا الدور على اساس ان هم داخلين فيلم جديد. وراح لاهل نادين وقال لهم انا عندي مفاجاه كبيره جدا ليها، انا عندي واحد صاحبي مخرج جامد قوي وبيصور فيلم دلوقتي في الاردن وشاف الاعلانات اللي نادين صورتها وعايزها معاه في الفيلم. وفعلا الراجل السوري جه البيت وقعد مع اهلها واتفق معاهم على كل حاجه من طقطق لسلام عليكم، بس كان عنده شرط اساسي وهو ان نادين هتفضل في الاردن لمده 3 سنين. طبعا هم لا 3 سنين ولا حاجه، ده هيبقى للابد. المهم وتسافر نادين فعلا مع المخرج لشرم الشيخ ومنها للاردن، وساعتها تنقطع اخبارها تماما عن اهلها. وفي الوقت ده القذافي كان بيتجوز باختها فاطمه، واهلها ساعتها كل شويه يقولوا له ايه اخبار البت وحشتنا. يروح قايل لهم خلاص انا هخلي صاحبي المخرج يخليكم تكلموها. وفعلا تتصل بيهم نادين، بس المكالمه كانت بتبقى لمده ثواني واللي هو ازيك الحمد لله سلام عليكم وعليكم السلام، وتفضل على الحال ده لمده 2 سنين. وطبعا مش نادين اللي كانت بتتصل ولا حاجه. ويقال ان وقتها كان الذكاء الاصطناعي في بدايته، يعني كان في برامج وقتها بتقدر تغير الصوت بالصوت اللي انت عايزه، وتفضل على الحال ده لمده 2 سنين لحد ما اهل نادين ابتدوا يشقوا في القذافي ويتخانقوا معاه وانهم خلاص عايزين بنتهم ومش عايزين قار التمثيل ده. قال لهم خلاص نبقى نسافر نطمن عليها. وطبعا بعد ما اتقبض على القذافي اعترف ان هو اللي قتلها. وعاش القذافي مع فاطمه في تبات ونبات، بس الحمد لله ما خلفوش لا صبيان ولا بنات. ودي كانت اول جريمه قتل يعملها القذافي، وكانت تقريبا وقتها في مارس. وبعديها بشهر تحصل جريمه القتل الثانيه اللي حكينا عنها من شويه مع صاحب عمره. تحس كده انه كان عايز يحقق تارجت وبيجري وراه، جريمتين في شهرين. الفكره انه في حديث مع محامي المهندس رضا كان بيقول في التحقيقات انهم لما كانوا بيدوروا وقتها على المهندس رضا كان صاحبنا السفاح بيدور معاهم، وبعدها يعمل زي ما عمل مع اهل نادين ويبعت رسائل يطمنهم عليه. لا ده ما كانش عايزهم يوصلوا له خالص، وراح بعت لاخو رضا بانه اتقبض عليه في مظاهرات. المهم صاحبنا تعب من كتر القتل وقرر ياخد بريك شويه، ويوصل لحد شهر 7 وتتصل مرات القذافي الاولانيه بيه. ايه ده هو انا ما قلتلكش مش كان متجوز قبل فاطمه؟ كان متجوز قبلها واحده تانية اسمها برضو فاطمه زكريا. انا متهيألي بعد الحلقه دي كل واحده اسمها فاطمه تخاف. المهم فاطمه زكريا تتصل بيه وتقول له بقول لك ايه، فلوسي تبقى عندي انا الصب بدل ما افضحك والم عليك لا اله الا الله. ايه ده فلوس ايه؟ الراجل العرة كان واخد من مراته 400,000 جنيه وقال لها هشغلهم لك، بس هو خدهم من هنا وراح يتجوز بيهم من هنا. المهم هو راح يقول لها يهديكي يرضيكي يا بنت الناس بلاش انا ده انا سفاح. ومن هنا لهنا البنت فصت ملح ودابت. لا عادي دي كانت معاه في الشقه واكلها نفس الاكله اللي راحت للمهندس رضا، وضربها برضه بنفس الحديده، بس المره دي عمل حوار تاني. التغيير مطلوب برضه. ايوه زي ما طلع في المسلسل كده، قطعها حتت وحطها في الديب فريزر. ربنا يستر وما يكونش اكل عرق تريبيانكو. ويروح القادر لاهل فاطمه ويقول لهم بنتكم سرقتني وهربت، وانا على فكره عملت لها محضر سرقه واختفاء. واهلها يا عيني من صدمتهم راحوا شقتها وبيدوروا عليها، ويتفاجئوا ساعتها ان الديب فريزر مش موجود في الشقه. الله فين الديب فريزر يا قذافي اللي احنا جايبينه؟ لا عادي ده فاطمه الله يرحمها لقت فيه فار ورمت الديب فريزر بره في الشارع. ده على اساس ان الديب فريزر منفذ على المجاري. انت بتشتغلنا يا قذافي. راحوا اهل البنت خدوا بعضهم وطلعوا على الاسم عملوا فيه بلاغ. طب فاطمه راحت فين دلوقتي؟ بعد ما خلص مشاويره والحاجات اللي كانت وراه اخدها من الديب فريزر وشالها برضه هيلا بيلا زي صاحب عمره وحطها جنبه في نفس الاوضه اللي دفن فيها المهندس رضا. كده احنا بقى عندنا نادين اللي راحت فشوش والمهندس رضا وفاطمه اللي مدفونين في نفس الاوضه. المهم القذافي في الوقت ده كانت الدنيا جايه عليه حبتين يا عيني وكان عايز مصدر رزق. طب يعمل ايه؟ الشقه اللي كان مدفون فيها صاحب عمره وفاطمه راح موضبها ومظبطها واجرها الناس يدخلوا منها دخل شهر. تخيل كده تسكن في شقه 4 سنين وتلاقي وزاره الداخليه داخله عليك بتكسر سيراميك الارضيه وبتطلع من تحتها جثث، اللي هو يعني الكرسي اللي كان بيتحرك بالليل ده ما كانش تهيؤات. وتيجي سنه 2017 ويحب انه يريح شويه. واصل بقى ما هوش كله ذبح كده. ويقرر القذافي وقتها انه يغير محل سكنه خالص ويغير اسمه ويسافر وقتها من القاهره لاسكندريه ويغير اسمه لاسم كرييتيف كده. وقرر ساعتها انه
وياخد اسم صاحبه المهندس رضا، ويعيش القذافي وقتها في اسكندريه باسم المهندس رضا، وطبعا تتنقل ملكيه المحلات من حيازه المهندس رضا للقذافي. وساعتها هنا بس اهل المهندس رضا ابتدوا يفتكروه ويفوقوا، وقرروا ساعتها انهم لازم يدوروا عليه. فتيجي رساله وقتها على الموبايل لمحامي اسره المهندس رضا من القذافي نفسه انه يا عيني اتقبض عليه ورايح على الامن الوطني ومش عارف مصيره ايه وبلاش تدوروا عليه. وطبعا كل ده اي كلام عشان محدش ينخرب ورانا. وساعتها بس يستقر المهندس رضا في اسكندريه اللي هو القذافي، ركز معايا ما تتوهش. المهم بتعدي الايام ويروح القذافي على محل من المحلات، وبتكون في بنت شغاله اسمها ياسمين، وساعتها تقع في دباديبه من جماله ويقول لها يا بنت انت مراتي، انا هتجوزك على سنه الله ورسوله، انا بس محتاج مبلغ صغير كده امشي بيه دنيتي. فتديله ساعتها شقه عمرها اللي هو كان 45,000 جنيه، ويقول لها ما تخافيش هشغلهم لك برضه وربنا يكرم الحال كده ونتجوز يا بت انا وانت. ويوم ورا يوم وشهر ورا شهر ولا الهوا، وتقرر انها تطلع وتواجهه وتقول له بقول لك ايه، انت شكلك ولا بتاع جواز ولا نيله، اديني فلوسي وخليني اخلع وهاتك يا خناق بقى. يروح رضا يقول لها بقول لك ايه، انا معيش سيوله الايام دي، بس ممكن تيجي المخزن وتاخدي بفلوسك اجهزه كهربائيه. وطبعا تصدقوا العبيطه وتقول له يلا وماله، اهو احسن من مفيش. وتروح معاها المخزن في العصافره ويقول لها انت عايزه فلوسك صح، انت ما تعرفيش اخر حد كان عايز فلوسه مني عملتي فيه ايه. ويروح فجاه خانقها بايده لحد ما تفلفص ما بين ايديه وتروح فيها. جدع يا ياسمين، ادي اخر التفكير اللي يجي منك احسن منك. وطبعا انت دماغك هتجيبك وتقول انه هياخدها زي اصحابها ويسافر بيها على القاهره ويدفنها في نفس الشقه، بس هو كان تفكيره اسرع بكتير من كده، وقرر انه يحفر في قلب المخزن ويدفنها في المخزن عادي جدا. المخزن مخزننا ومحدش هينخرب ورانا فيه. ويعدي كام يوم ويقرر ساعتها انه يتجوز دكتوره صيدلانيه. انا مش عارفه والله الحريم دي كانت بتبص له في ايه، امتصوا في نظرهم. والدكتوره نهى بقى هي دي اللي عمرت معاه، وعاشوا في تبات ونبات وفضلوا متجوزين لمده 9 شهور. وبعد كده قرروا انهم ينفصلوا عن بعض. ايه ده انت عبيطه يا بنتي ولا ايه، تنفصلي كده عادي من غير مشاكل؟ المهم القذافي بيه بقى او رضا استنى لحد ما طليقته واهل طليقته طلعوا من بيتهم وراحوا على مشوار، وساعتها يروح لابس نقاب وعبايه، اللي هو يا ابني مش كفايه سوقت سمعه الرجاله المتدينه، كمان جاي تسوق سمعه الستات المنتقبات. ويطلع شقه اهل طليقته اكمنهم كان على قلبهم قد كده، ويسرق كل الذهب مع حبه فلوس لقاها. وتقديرات النيابه بتقول انه سرق حوالي 2 كيلو ذهب. انتوا عارفين جرام الذهب بكام دلوقتي؟ وطبعا اهل الدكتوره نهى ما سموش عليه وراحوا مبلغين عليه فورا، المهندس رضا سرقنا واحنا مش موجودين، يعني الراجل يبقى ميت وكمان يتعمل له محضر. وعشان لقى الحوارات كترت عليه فقرر انه يغير اسمه لثالث مره ويسمي نفسه وقتها محمد مصطفى. يا ابني انت لو جاسوس مش هتغير اسمك بالسرعه دي. المهم كده تقريبا والله اعلم انه طلع عنده قلب وحب بنت اسمها مي، وكانت البنت دي غنيه جدا، وعلشان يبين ان هو كمان مش اقل منها ولا حاجه وغني زيها قرر ساعتها انه يبيع الذهب اللي سرقه من طليقته. وفعلا يروح للسايغ ويقرر انه يبيع له منه غوشتين كده ولا حاجه، اهو يعزمها في ستاربكس ولا حاجه. المهم يوم ورا يوم يبيع حبه بحبه وزهق من الشغل القطاعي ده، فقرر ساعتها انه يجيب الشنطه كلها باللي فيها، وتقريبا كان باقي 1.5 كيلو ذهب، ويروح للسايغ ويقول له ان هو عايز يبيع الذهب كله. وهنا بس هيقع محمد مصطفى اللي هو المهندس رضا اللي هو القذافي، والسايغ يرفع سماعه التليفون ويبلغ ان الذهب المسروق جاله لحد عنده في المحل. وفي لحظه واحده المكان كله كان متحاصر برجاله الشرطه وهم بيقبضوا عليه، ويتقبض على المهندس رضا بتهمه السرقه. والخبر يوصل لاهل المهندس رضا الحقيقي اللي كان مختفي في المظاهرات انه اخيرا ظهر في اسكندريه بس مقبوض عليه بتهمه السرقه، فيجروا فورا على اسكندريه علشان يلحقوا اخوهم. وتكون المفاجاه بالنسبه لهم انه تا ده مش المهندس رضا، ده القذافي صاحب عمره. وبعد ضغط حبتين كده من الشرطه وتفتيش حصل يلاقوا انه معاه 10 بطاقات متزوره وكروت بنك وليله تانيه سعادتك. وتنصدم مي وتنصدم فاطمه الزهراء وينصدم اهل المهندس رضا وينصدم اهل الدكتوره نهى وينصدم المصريين جميعا بتفاصيل جريمه بشعه كانت بتحصل في بلدهم. راجل من بره بتاع دين واخلاق وكله ادب والف مين يتمناه، ومن جواه
سفاح ابن لذينه، ويعترف السفاح بكل التفاصيل المرعبة اللي عملها، ويتم إصدار الحكم بالإعدام عليه 4 مرات. والله ده يستاهل 1000 مرة. يا راجل ده خان العيش والملح مع صاحبه، وخان الست اللي حبته وأمنته على فلوسها وعلى حياتها ودنيتها، حاجة نيلة يعني. وفي النهاية بعد كل ده يتعمل عنه مسلسل سفاح الجيزة. كانت معكم شروق السرافي في برنامج الحكاية من البداية.